عملت لكم النهارده نوع تسوية جديد، عرق لحمة جميل جدا. بصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي، وزبدة. ويلا نبدأ الوصفة على بركة الله. السلام عليكم حبايبي الجمال. عندك حتة لحمة ومش عارفة تسويها، عايزة تسويها زي المحلات الكبيرة وتبقى دايبة؟ يلا نجيب قطعتين ورق زبدة وقطعتين ورق سلفر وشوية توابل وعود روزماري وحلقات بصل، وتبلنا العرق زي ما حضراتكم شايفين، والتوابل هتنزل على الشاشة. ودي يا جماعة طريقة سهلة جدا. وهندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 4 ساعات، واداناه شوية زيت من فوق، وبنلف ورق الزبدة زي ما حضرتك شايفة، نحط ورقتين فوق بعض وبنلف ورق الزبدة كده وبنحكمه جدا، وبعدين بنحكم عليه ورق السلفر زي ما حضرتك شايفة. الموضوع سهل جدا، ودي طريقة سهلة جدا جدا. وبعد كده هندخله الفرن على 180 لمدة 4 ساعات. وبعد ما خرج من الفرن بصوا يا جماعة هنفتح ورقة السلفر وهتشوفوا مفاجأة هتعجب حضراتكم. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ونعمل لايك لكل فيديو عشان يوصل أكبر عدد. افتح يا شيف كده وورينا الزبدة. بسم الله حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعة الزبدة طالعة من الفرن والموضوع بسيط جدا. اقطع بقى يا شيف كده وورينا الزبدة. بسم الله. بصوا يا جماعة دايبة ازاي. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.